اليوم صار بإمكانك تشتري أي شيء بضغطة زر، موبايل جديد أو لابتوب أو أي قطعة لبس عجبتك. كل شيء صار أسهل من أي وقت مضى، والسبب تطبيقات التقسيط الجديدة مثل تابي وتمارا وغيرهم. بس لحظة، هل فعلا هي التطبيقات منقذ للجيل الجديد وتخلينا نعيش حياتنا بذكاء مالي؟ ولا هي فخ جديد ملفوف بكلمة سحرية بدون فوائد؟ بهذا الفيديو رح نكتشف أسرار هي التطبيقات ونقارنها بالكريدت كارد والقروض البنكية ونشوف الحقيقة الكاملة. هذا فيديو جديد مع ماجد عيد. من زمان إذا حدا بده يشتري شيء غالي وما عنده المبلغ كامل، كان الحل التقليدي هو الكريدت كارد ببطاقة بلاستيكية صغيرة، بس إلها قوة كبيرة تشتري كل اللي بدك إياه وتدفع بعدين. بس الحقيقة معظم الناس كانت تغرق بالفوائد، كل تأخيرها بالدفع يعني ديون متضاعفة. غير الكريدت كارد كان في كمان القسط البنكي، تروح على البنك وتقدم طلب وتنتظر موافقة، تاخد قرض أو قسط لشراء بيت أو سيارة أو أي شيء منزلي. العملية طويلة ورسمية وفيها أوراق كتير، والأهم البنك بياخد فوائد وأرباح عالية. بس اليوم اللعبة اتغيرت بالكامل، تطبيقات مثل تابي وتمارا دخلت على الخط. كيف؟ بكل بساطة وانت بتتسوق اونلاين بتلاقي خيار ادفع بعدين أو قسط على 4 دفعات بدون فوائد. الفرق الأكبر عن الكريدت كارد، ما في ضرورة تروح على البنك، ما في فائدة على الأقساط إذا التزمت، والإجراءات ثواني وانت قاعد في بيتك. بس هون المشكلة، مع الكريدت كارد أو القسط البنكي كان في خوف ورهبة، الناس كانت تحسب حساب. أما مع تطبيقات التقسيط العملية صارت أسهل من اللازم. كتير ناس صارت تشتري فوق طاقتهم لأنه كلمة بدون فوائد بتخلي كل شيء مغري. في قصص واقعية، ناس استعملوا تابي وتمارا لمشتريات صغيرة مثل ملابس أو أدوات منزلية، بس مع الوقت الأقساط تراكمت وصاروا يدفعوا 5 أو 6 دفعات بالشهر. المبلغ مو كبير كل مرة، بس بالنهاية الراتب كله راح. بس من جهة تانية ناس شايفين إنه هي التطبيقات أذكى من البنوك لأنها سريعة وما تحتاج ضمانات، ما تاخد فوائد عالية وتخليك تشتري وتستمتع فورا وتدفع على مهلك. خلينا نقارن بشكل أوضح، الكريدت كارد حرية بس فوائد عالية جدا إذا تأخرت. القسط البنكي رسمي ومضمون بس معقد وفيه فوائد. تطبيقات التقسيط مثل تابي وتمارا وغيرهم سهلة وسريعة وبدون فوائد، بس الخطورة إذا فقدت السيطرة على مصروفك. خلاصة، تابي وتمارا غيروا طريقة التسوق وخلوها أسهل من أي وقت مضى. بس هل هي ثورة مالية جديدة تساعد الجيل الجديد ولا مجرد فخ جديد بيلبس قناع بدون فوائد؟ لا يغرقنا بالديون بطريقة حلوة.